بيبدأ فيلمنا مع زوجين وهما بيستيقظوا جوه عربية وبيكون التلج مغطيها، واللي كانوا مسافرين بس بسبب العواصف الجوية قرروا انهم يناموا جوه العربية في الطريق. وبتحاول أنجلينا الزوجة انها تفتح باب العربية بس ما بتقدرش بسبب التلج، وبيحاول جاك جوزها هو التاني يفتح باب العربية بس بيفشل هو كمان. وبيحاول جاك انه يدور موتور العربية بس للأسف العربية ما بتدورش بسبب كمية التلج اللي مغطياها. وبتكون أنجلينا مراته حامل وبتلوم على جاك انه وقف العربية بيهم في مكان مقطوع، وبيقول لها جاك انه كان مضطر انه يقف بسبب شدة العاصفة التلجية وانه ما كانش ينفع يكمل مشي. وبيحاول جاك وأنجلينا انهم يطلبوا المساعدة بس للأسف بتكون شبكات التليفون قطعة، وبيضطروا انهم يهدوا في مكانهم لحد ما تزول العاصفة. وبيخرجوا جزء من الأكل اللي معاهم وبياكلوا، بس للأسف بره العربية كان واضح ان العاصفة بتزداد سوء. وبيفهم جاك أنجلينا إنهم لازم يحافظوا على الأكل اللي معاهم لأكبر وقت ممكن لحد ما توصل لهم المساعدة. وبتقترح أنجلينا على جاك إنه يكسر إزاز العربية ويعمل طريق للخروج، بس جاك بيقول لها إن الحل ده صعب لأنهم ما يعرفوش كمية التلج اللي مغطياهم، وإن الجو بره العربية هيكون صعب جدا، عشان كده هو بيفضل إنهم يفضلوا جوه العربية. وبالليل وهم نايمين بيخبط جاك إزازة المية من غير ما يقصد وبتدلق المية، وبيتضايق جاك جدا وبيتخانق مع أنجلينا لأن هي اللي سابت غطا الإزازة مفتوح. وبيستمر الحال لحد ما بيمر حوالي 7 أيام، وبييأس جاك وبيقرر إنه يكسر إزاز العربية وبيسخن عليه بالشمعة. وفي نفس الوقت ده بتكون أنجلينا بتلعب بتليفونها فبيقع منها وبتخرج منه البطارية، ولما بتركب أنجلينا البطارية تاني في التليفون بتلاحظ إن الشبكة بتيجي، فبتتصل بسرعة بأهلها وبتعرفهم إنهم محبوسين في العربية تحت التلج ومحتاجين المساعدة بس ما يعرفوش مكانهم فين. وللأسف بعدها على طول بيفصل تليفون أنجلينا، وبتمر الأيام لحد ما بيوصلوا ل 11 يوم جوه العربية، وبيكون واضح إن العاصفة انتهت والتلج بدأ يتلاشى شوية بشوية، بس أنجلينا بتكون في حالة يأس. وبيحاول جاك إنه يطمنها وبيقول لها إنهم هيخرجوا سلام. وفي الوقت ده بيسمعوا صوت عربية إزاحة التلج وبيحاولوا إنهم يصرخوا بصوت عالي، بس للأسف العربية بتمر بسرعة ومحدش بيسمعهم. وللأسف بيفضلوا محبوسين لحد ما بيوصلوا ل 15 يوم، وبتكون المية اللي معاهم خلصت، وبتكون أجسامهم بدأت في الضعف ومقاومتهم بدأت تقل. وبيصحى جاك على صوت أنجلينا وهي بتحاول تكسر الإزاز بمخدع الكرسي، وبيحاول جاك إنه يهديها. وفي الوقت ده بتكون أنجلينا على وشك الولادة، وبتكون خايفة لأن هي وجوزها ما عندهمش أي خبرة عن طريقة الولادة. وبتقدر أنجلينا إنها تولد طفلة جميلة بالرغم من الظروف اللي هم فيها جوه العربية ومحبوسين. وبيكونوا وصلوا ل20 يوم محبوسين جوه العربية وأصبحوا 3 أفراد بعد ولادة بنتهم أوليفيا. وبيحاول جاك إنه يكسر إزاز العربية بس للأسف بتكون صحته في النازل، خصوصا لأنه كان بيوفر أكله علشان مراته وبنته. وبينام جاك من التعب. وفي اليوم التاني بتنادي أنجلينا على جاك لكنه ما بيردش عليها، وبتفتكر إنه نايم، بس للأسف لما بتقرب منه بتلاقيه فارق الحياة ومات. وبكده بتكون أنجلينا فقدت جوزها اللي بتحبه أبو بنتها، لكن ما بيكونش قدامها وقت للزعل. وبتسمع أنجلينا صوت عربية معدية من جنبهم لكن كالعادة محدش بيسمعهم، وبتصرخ البنت من الجوع لكن للأسف بتكون أنجلينا مش قادرة حتى إنها ترضعها من قلة الأكل. وبتنام أنجلينا من التعب جنب جوزها اللي مات. وتاني يوم بتصحى على ضوء الشمس مالي العربية، فبتقوم بسرعة وبتكمل تكسير الشباك اللي كان كسره جاك، وبتقدر إنها تفتح طاقة وأخيرا بتشوف السما. وبتاخد أنجلينا بسرعة أوليفيا بتودع جاك وبتخرج بره العربية. بعدها بتمشي في الطريق وهي مش عارفة الاتجاه ده حتى هيوديها على فين، لحد ما بتقابل لوحة بتعرفها إن في قرية على بعد مسافة صغيرة منها. وبتقدر أنجلينا إنها تشوف مبنى منور على بعد مسافة، فبتبتسم لأنها قدرت إنها تنقذ بنتها. ولحد هنا بيخلص الفيلم. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ونشوفكم الملخص الجاي.